ملخص الحلقة العاشرة من انمي نورسن وور الحرب الشمالية في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وهتلاقي الانميات في القناة، وهتلاقي قناة تانية روح اشترك فيها وفعل زر الجرس، هي القناة التانية، علشان لو حصل اي حاجة للقناة دي واتقفلت تلاقيني في القناة التانية. تمام؟ وقول لي رأيك في كومنت على الفيديوهات. كمان هقول لكم على حاجة، هتلاقوا اغلبية التعليقات اللي عجبتني في الفيديوهات اللي فاتت هتلاقوها في نهاية الفيديو، حاططها لكم في الثلاث فيديوهات اللي فاتوا، اللي هو فيديو انمي لوكيزم، وكمان انمي شيتنج كرافت، وكمان انمي فينلاند ساجا 2. تلاقي تعليقات في نهاية الفيديو. يلا بينا على الانمي. بس معلومة كده على السريع قبل ما نرجع على الانمي، ان في 3 قنوات اصدقائي. القناة الاولى قناة انمي جيمي، والقناة التانية قناة كوكب الانمي، والقناة التالتة قناة جاليو انمي. روح اشترك عندهم وفعل زر الجرس وقول لهم من طرف نور الانمي. الحلقة العاشرة بتبدأ بمشهد بيكون فيه لافي وهي نايمة في السرير بعد ما هي رجعت لوالدتها وتاريها بعد ما اتصابت بالطلق الناري من تاليون. ذهبت لوالدتها وهي بتتدروخ ومكانتش حاسة بنفسها، وفي واحد بيحملها من أول القرية لأنها بتقع في بداية القرية، بيحملها من أول القرية ويوديها لبيت أمها وأمها بتعالجها، وهنعرف إيه دوت دلوقتي. لافي أول ما اتضربت من نار من تاليون بتقع في المجاري لمجرى الماء وبتخرج على بره. في واحدة بتشوفها هي ووالدها وبياخدوها علشان يعالجوها، ولكن هي أول ما بيروحوا وبتكون لسه والد الواحدة دي هيعالجها، ولكن هي بتهرب بعد ما بتهرب بتخرج وبتجري وبتتمشى وبتحاول توصل لبيتها، وبعد كده بتوصل على بداية القرية، وبعد كده في واحد بيلاقيها مغمى عليها وبياخدها ويوديها لوالدتها، وبعد كده والدتها بتعالجها وبيكون بتحضر لها حساء لانها استيقظت اخيرا. تقول لوالدتها انها مستنيه انها تخف بسرعه علشان ترجع وتحمي البلد من روغان، لانه سيطر على الدوله بفرقه الظاهره، لانه كده هو هيدمروا امبريا الشماليه. وهي عماله بتكلم امها، وبعد كده امها بتروح تقابل واحد وهو اسمه ديريك وبتقول له حاول تقنع بنتي ما تبقاش من اليوغر الشماليين تعتزل. فبيقول لها هحاول معاها بس ما اظنش انه هينفع لان دي لافي ومش عارفه ايه، وعمالين يتكلموا عليها، وبنتفاجئ ان لافي سمع الكلام دوت وهي اصلا صاحيه مش نايمه. بعد كده في واحده اسمها ماريا بتيجي تدي لوالده لافي اكل، فبتكون لافي صح، فبتكلم ديريك وتقول له هو ليه ترك ليغر. فبعد كده بيقعد يتكلم معاها وكلام طويل، وبنفهم ان هو كان من الليغر الشماليين وكان مساعد لجدها، وجدها دوت كان ساعتها في الليغر الشماليين، وهو كان بيساعده على اساس ان هو كان بيعالج الجرحى وكده، لانه هو كان طبيب من زمان وهو اللي عالج لافي. وبعد كده هي بتقول له ما هو معنى البطل، وبعد كده هو بيقول لها ان هو ترك ليوجر وكده بسبب ان هو كان بيحاول يعرف ايه هو معنى البطل وكده، لان جدها برضك ترك ليوجر بنفس السبب. وبعد كده بتقول له ان هي مش فاكره اللي قاله لها جدها عن معنى البطل وكده، وبعد كده بتقول له هل انت عرفت ما المعنى؟ فبيقول لها لا لم اعرفه حتى الان. فبعد كده تقول له تمام وكده، وبعد كده والدتها بتدخل عليها فهو بيمشي ويسيبها، وبعد كده هي بتقعد تتكلم مع والدتها ووالدتها بتبقى لسه خايفة عليها. ولكن فجأة بنروح لمشهد بيكون فيه مجموعة من فرقة الظاهرة بتيجي تسأل عن لافي، فبيرد عليهم اللي اسمه ديريك ويقول لهم إنها ماتت. موجود في الإذاعة بتقول إن هي ماتت وجثتها مش موجودة، فبيقول لهم أين جثتها إذن؟ نحن نبحث عنها. بيقول لهم إنها مش معانا وهي ماتت. وبعد كده بيبقوا عايزين يضربوا ديريك، ولكن على مين؟ ده ديريك. وبعد كده بعد ما بيضربهم وهما بيمشوا ويقولوا فلننسحب، وبعد ما بينسحبوا بيرجعوا مرة تانية ويشعلوا الحقل أثناء ما لافي عند قبر جدها واقفة وبتفكر فيه وبتحاول تفتكر الكلام اللي قاله لها، ولكن بتفضل ناسية. وبعد كده بتشوف الحقل وهو بيحترق، فبتقول لوالدتها إنها عايزة تنزل وتواجههم، فبتقول لها إزاي هتواجهيهم وإنتي مصابة؟ فبعد كده بتقول لها بتسمع كلام والدتها وبتهدى، ولكن بعد ما النار بتطفي بتروح تقعد مع
صاحبتها إيسيريا بعد ما بتشوفها وبتدخل معاها مكان في النفق كده، وبتكتشف إن هو مكان كان معمول جدها هو اللي عامله، وكان بيخزن فيه الطعام وكده علشان يقدروا يعيشوا في الفترات بتاعة المجاعات. وتاري دوت هو اللي عمله جدها، علشان كده الناس سمته بالبطل. وبعد كده بنروح للناس وهم في المخزن ده، وهم عمالين يحتفلوا، عمالين يشكروا في لافي، وبعد كده عمالين ياكلوا كده. ولافي بدأت تبتسم وتكلم إيساريا وتقول لها إن تاليون هو اللي ضرب عليها النار. بعد كده لافي بتخرج وبتقعد تفكر تاني ايه هو معنى البطل، وتحاول تفتكر جدها قال لها ايه، ولكن اخيرا بتفتكر بعد عصر ذهني طويل ان جدها قال لها ان لو كان في وجود للابطال فهذا هو ان كل واحد فينا جواه بطل، ولكن هل هو اللي بيعمل نفسه؟ لا، اللي حواليه هم اللي بيعملوه، وهم اللي بيقولوا عليه بطل وكده. فهو مش بطل ولا حاجة، الناس اللي حواليه هم اللي خلوه بطل في نظرهم. فأي حد مننا جواه بطل. فهي بتتشجع كده وبتقول لوالدتها ان الموضوع دوت. فوالدتها بتقول لها اجل فنحن جميعا بجوانا بطل ومش عارف ايه، وبتشجعها والدتها. وبعد كده لافي بتروح لإيساريا، ووالدتها بتسلم عليها وبتودعها لانها رايحة لليغر الشماليين مرة اخرى بعد ما بتتعالج. واخيرا لافي هترجع تاني لليغر الشماليين. وبكده انتهت حلقتنا للنهارده. طبعا ملخص جميل جدا، وفضلنا على الموسم دوت او على الانمي دوت انا مش عارف صراحة، بس هو تقريبا موسم واحد هيخلص بعد حلقتين كمان. فاضل حلقتين، الحلقة ال11 والحلقة ال12. طبعا هينتهي تلخيص على نهاية رمضان. انا وعدكم بالموضوع دوت، على نهاية رمضان هتلاقوني لخصته كله بالكامل وجمعته لكم كمان في حلقة واحدة. واشوفكم فيديو جديد. طبعا ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، وهتلاقوا قناه تانية حطوا فيها اشتراك واللايك العنيف في القناه دي. وقولوا لي رايكم في كومنت. في الفيديوهات اللي فاتت كان في تعليقات جميله جدا هتلاقوها دلوقتي. ويلا اشوفكم فيديو جديد. يلا سلام. Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, bang, got my hand, call